اتجوزنا، وهي ولاد دي طول الوقت حاطه انوار في دماغها، فلسه حاسه احداث رهيبه بيني وبينها، بس مش عايزه احرق لها. عن الكواليس التعامل. استاذه سوسن بدر واحده من احب الناس كمان بحبها جدا، بنبسط قوي قوي من الشغل معاها وبرتاح في الشغل معاها. يعني في المسلسل ده بالذات احنا كنا ساكنين يعني في نفس الدور، واثنين كده سويتين قصاد بعض، فدايما هي بتصحى بدري وانا بصحى بدري، فاللي بيصحى فينا الاول بيكلم التاني بنصحى بدري قوي، يعني بنصحى بالنسبه لزمايلنا 7:30 طبعا نتقابل في الدور عند الاسانسير الساعه 8 عشان نطلع نفطر سوا، حتى لو ما عنديش شغل خلاص بطلع افطر معاها ونفضل قاعدين نتكلم ونحكي، وبعدين يطلع بقى استاذ رياض واستاذ صلاح واستاذ فردوس تباعا كده، فبتبقى كواليس حلوه قوي. استاذ لقاء في كومنتات على السوشيال ميديا بيقولوا يعني كومنتات لطيفه ان هم عايزين ياخدوا حق انهار منك. حق انهار؟ انا لسه ما عملتش حاجه في انهار يا جماعه، شايفه الموضوع ازاي؟ ده لسه اللي جاي قوي جدا، وكام حلقه جايين هم هيتفاجئوا اصلا هيحصل مواجهه كبيره بيني وبين انهار، مش عايزه احرقها انها تبقى قويه قوي. الكواليس مع رياض رياض كل ده استاذي، انا بحبه قوي قوي، استاذ واخ عزيز جدا، شغل معاه حلو قوي، بنقعد واحنا بنعمل بيطلع مننا افيهات كده مفاجاه، المخرج بيوافق عليها، استاذ صلاح الحكيمي بيوافق عليها، فطلع الشخصيتين حلوين قوي، يعني نائل ونيره انا بقول دي افظع قصه حب بعد عزمي واشجان وداد وسعيد. شايفه ردود الافعال على المسلسل طبطبه بان هو اصلا بقاله فتره كان هيخرج من نور ومتاجل عرضه الحمد لله، انا كنت حقيقي متضايقه جدا لان احنا عملنا مجهود كتير في المسلسل كلنا، كل الشخصيات، كنا خلاص فقدنا الامل، لانه بقاله سنتين شويه.